مساء الفل يا أصدقائي الأعزاء. إيه الأخبار؟ يا رب تكون كل الناس تمام. مش هفتح مايك، أنا آسف. هاخد مسجات عادي لو حد عايز يتكلم في أي موضوع وأنا عندي حاجة أقولها هرد، لو ما عنديش هقولك ما عنديش. بس أنا بعتذر مقدما إني مش هفتح مايك لأسباب تخصني يعني. نبدأ ناخد الحاجات، نبدأ ناخد الأشياء. في حد أشار ليك قبل كده للشبه اللي بينك وبين الفنان الكبير العظيم عماد حمدي؟ أنا شبه عماد حمدي؟ معرفش، أول مرة. لا، أول مرة حد يقول لي الحكاية دي. محدش قال لي قبل كده إن أنا شبه عماد حمدي. مش عارف، ما تخيلتش نفسي قبل كده. لو حد تاني شايف يقول لي يعني، بس أنا مش شايف يعني ما حدش قالها لي قبل كده خالص يعني. آه... تمام. إيه رأيك في حوار إمام عاشور؟ كلاكيت مليون مرة. أنا مش عايز أتكلم عن الكرة المصرية يا جماعة. فعلا ما عنديش حاجة أقولها جديدة يعني. ويعني أنا أكتر شخص في العالم محبش أبقى ممل، والموضوع ده هو اكتر موضوع في العالم بيخليني ممل، لاني بعيد واكرر نفس الكلام كل مره كل مره كل مره بشكل سخيف. وبعدين عارف لما بعيده كل مره، حتى يعني ممكن تقول مثلا ان الاعاده فيها فايده واحده، ان المعلومه تثبت او انك تاكد. لا لا خالص. في ناس اما ما بتفهمش الكلام او ناس بتنقله غلط. يعني انا بشوف نفسي، بشوف منقول كلام منقول على لساني في 92 مكان ملوش اي علاقه باللي انا قلته فعلا. كل واحد يقوم مزود له جملة من هنا، منقص له جملة من هنا، يدي لك معنى تاني. لأن بطبيعة الحال أي حد عايز يكتب بوست أو تويت أو بتاع بيبقى عايز انتشار. فالكلام في حد الكلام لوحده بشكل مجرد كده ممكن ما يجيبش انتشار، فممكن يبقى هو مزود جملة كده حراقة شوية. زي برضو شفت حد معقب على، مش عارف، حد كان كاتب حاجة على لساني، دي انتشرت جدا. حد حاطط صورتي، الكلام ده من شهرين ثلاثة تقريبا، وقايل على لساني إن أنا بقول يعني الزمالك هيكتسح البطولات وخلي الاهلاويه مش عارف يفرحوا بايه، والايام اللي جايه غم عليهم. لا اسلوبي ولا طريقتي، ولا انا بقول الكلام ده، ولا في معطيات اصلا تخلي اي انسان عاقل يقول الكلام ده، ولا اي حاجه. بس انا لقيت الكلام منتشر وناس عماله تقول، وانا مبقاش فيها طاقه بصراحه ان انا امشي ورا كل كلام بقول ما قلتش ما قلتش ما قلتش ما قلتش. وجع قلبي يعني. تحس ان مجرد الدخول برجلك نص خطوه بس جوه مربع الكره المصريه ده صداع بلا هدف. صداع بلا هدف في حاجة مفيش منها معنى أو جدوى بالنسبة لي على الأقل. طبعا مش بحكم على حد يعني. حاجة ملهاش لا معنى ولا جدوى، صداع بس. وتزوير طول الوقت للكلام. يعني عمرك ما هتقول جملة إن شاء الله يا رب تقول صباح الخير. صباح الخير دي شخصيا هتتحرف. في حد هينجح إنه ياخد صباح الخير دي ويجعل منها جملة تانية أنت ما قلتهاش. فدماغنا بقى يعني، فعلا دماغنا بقى. اللي لسه شايف إن هو المفروض الموضوع مسلي ولطيف وجميل ومثير ويستحق المشاهدة وبتاع وكده، اوكي يعني. ما عنديش حكم على حد، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. رأيي انا الشخصي لا، ان مفيش حاجة تتشاف، وان الناس بتضيع وقت. الناس بتضيع وقت، والبيزنس كله قائم على استهلاك مشاعرك بس، ان انت تفضل دايما حاسس ان في جديد هيحصل، فتفضل تتكلم عن هذا الجديد، وده يتكلم وده يتناقش وده يحكي وده دول يتخانقوا، وده يطلع يقول وده يطلع يعيد بقى، ده انت بتفهم لا انت ما بتفهمش بتاع. حركة يبقى في حركة. الحركة دي في الاخر هينتج عنها ايه؟ ولا حاجة. النقاش ده هينتج عنه ايه؟ ولا حاجة. وكل يوم هيبقى فيه حد جديد نتخانق حواليه وخلاص، والدنيا بتلف. وبعدين تحس ان من كتر من يعني بزنس الكوره اصلا والميديا في مصر كمان، بما انه كبير جدا. يعني انت تقريبا احنا اكتر دوله عندها قنوات وبرامج، وبالتالي اكتر دوله فيها مذيعين واكتر دوله فيها ضيوف، واحنا اصلا تعداد سكاننا كبير جدا. فتحس ان احنا مش قادرين نقعد ساكتين خالص، احنا عايزين نملى الفراغ. فتلاقي مثلا النهارده دول اتخانقوا، بعدين بكره اتصالحوا، بعدين بعده اتنين دول اتخانقوا، بعدين بعده حلقه بين واحد من اللي كانوا متخانقين دول بيصالح واحد على التاني، بعدين انت هتقول ايه لفلان؟ طب قول له بقى مساء الخير، هو ايه ده مفاجاه دخل على التليفون وبتاع، اللي هو يلا نصالحكم على بعض. اللي هو تحس انت قاعد عند المأذون. يعني المساله كلها تحولت الى مأذون كبير، وبعدين نجوز ناس ونطلق ناس اللي عايز يتفرج يتفرج يا جماعه وخلاص. يعني كل واحد حر في نفسه. يعني انا حاسس ان لا، يعني الموضوع ملوش يعني معنى. وانا بصراحه فعلا ما فيش مره حطيت فيها رجلي بس جوه هذا المربع لو طلع عليا 2 مليون اشاعه.
انا حاليا لما بشوف اسمي محطوط جنب كلام، يعني مره من بين كل 15 مره بيطلع الكلام المكتوب ده فعلا انا قلته، فعلا انا قلته. 14 مره تانيين اما ما قلتوش خالص، او واخد حته انا قلتها وأقوم محرف الباقي. فتمام يا جماعه يعني، اللي عايز عايز، اللي مش عايز مش عايز، كل واحد حر طبعا. هل مبابي ممكن يروح ريال مدريد؟ لا اظن ان مبابي هيروح ريال مدريد، يعني لا اظن ابدا ان مبابي هيروح ريال مدريد لمعطيات بسيطه. يعني الناس طالبين فيه 200 مليون تقريبا، او اكتر من 200 مليون، هو فاضل له سنه في عقده. هل ريال مدريد هيدفع ربع مليار مثلا او ما يقترب من ربع مليار عشان سنه متبقيه من عقد مبابي، في حين ان هو وصل فعليا لشبه طريق، يعني حارة سد، وصل لطريق سد مع باريس سان جيرمان، صعب جدا العلاقة تستمر. فهو مبابي خياره الأول والتاني والتالت والأخير هو ريال مدريد، وريال مدريد هيحصل على مبابي آجلا أم عاجلا. ليه يحصل عليه بدري سنة بربع مليار؟ إيه الفكرة؟ لا أظن إنها فكرة يعني صحيحة يعني. ولذلك أنا لا أظن إن مدريد هيعملها. بس طبعا برنامج زي الشرينجيتو ده هيفضل يشتغل، الناس هيحلب الصيف كله مبابي. تيك تاك، انا عندي خبر مهم. يا نهار اسود، ايه ده؟ انا عندي خبر مهم جدا النهارده يا جماعه الساعه 12. ايه ده النهارده الساعه 11؟ يا بعدين هات لي بقى الصحفي اللي هو بيعيط ويحط الكاميرا في وشه، والصحفي التاني المتوتر اللي هو قاعد مع عرقان جدا ووشه احمر وبتاع، وكل هذا الشور رخيص. في الاخر لا اظن ان مبابي هيروح مدريد. لا، في الاخر اي حاجه ممكن تحصل، بس انا لا اظن ان مبابي هيروح مدريد الصيف ده. الصيف الجاي اعتقد بنسبه تقترب من ال 90% يعني، ما لم يحدث شيء يغير شكل الاشياء يعني. ترشيحاتك لأمم أفريقيا؟ ما عنديش ترشيحات بصراحة، ما أعرفش يعني، ما أعرفش إيه مستوى الفرق يعني. هو السنغال لا زالت هي أقوى فريق في أفريقيا، بس ما أعرفش حتى السنغال نفسها مستواها بقى عامل إزاي. ما عنديش يعني، ما عنديش فكرة بصراحة. بس هو الفترة الأخيرة دي يعني السنغال هي أقوى فريق في أفريقيا. إيه رأيك في طريقة تفكير مبابي وعقليته؟ والله أنت ممكن تلوم على مبابي وممكن ما تلومش على مبابي، يعني أنت ممكن حسب أنت بتبص للموضوع من أي زاوية يعني. طبعا كل تصرفات مبابي مستفزة جدا، راجل يعني مستفز للغاية يعني. بس من وجهة نظر تانية، لو انت مكانه ولقيت عندك الفرصة انك تعمل كل اللي هو بيعمله، هل انت عمرك شفت في حياتك حد بيبقى عنده الفرصة انه يفرد دراعاته وياخد كل اللي يجي قدامه وهو اللي بيقول لا مش عايز؟ انا عن نفسي ما شفتهاش. يعني انت لو قلت ان مبابي طماع، اه هو طماع، بس هو مين اللي خلاه طماع؟ ايه اللي سمح له يبقى طماع؟ كل الظروف اللي حواليه تسمح له انه يبقى طماع، فبقى طماع. هل لو مبابي ما كانش حصل عليه الحرب الدائرة بين مدريد وبي اس جي بقالها كذا سنة دي، هل كان هيبقى نفس الشخص؟ يتصرف بنفس الطريقة، يطلب نفس الطلبات، ياخد نفس القرارات؟ لا أظن. لكن اللي أنا أعرفه إن البني آدم عموما أنت لو حطيته في موقع قوة وحسيت وحسسته سوري إنه يقدر ياخد كتير، هياخد كتير، هيمد إيده هياخد كتير، هيقدر ياخد أكتر هياخد أكتر، من طبيعة البشر يعني. فتصرفات مبابي مستفزة جدا، بس انا حاسس انك لو شلت مبابي من الفيلم ده وحطيت مكانه اي حد تاني اعتقد انه كان هيتصرف زيه يعني. بس آه مين شخصيتك المفضلة في جيم اوف ثرونز؟ شخصيتي المفضلة في جيم اوف ثرونز اكتر من شخصية بصراحة، مش واحد بس. يعني تيريون لانستر طبعا بحبه جدا. لورد فارس طبعا. خلينا اوضح حاجة، شخصيتي المفضلة مش يعني اطيب واحد واحسن واحد، شخصيتي المفضلة يعني اكتر واحد طلع من بقه جمل حلوة، لان انا بتفرج على المسلسل ده لهذا السبب. يعني انا ما كنتش مهتم قوي وانا بتفرج على جيم اوف ثرونز على مين اللي هيكسب في الاخر، يعني الموضوع ما كانش شاغلني قوي للدرجه يعني. اه كان في شويه اثاره وكذا ومش عارف ايه وبتاع، بس انا المسلسل ده بالنسبه لي قوته في الحوار. فاكتر ناس خرج من بقهم جمل حواريه جيده هم تيريون لانستر ولورد فارس، لورد باليش. اكيد في حد تاني وانا مش فاكر، اكيد في حد تاني وانا مش هفتكر دلوقتي يعني، بس دول اكتر ناس يعني. وفي جيم اوف ثرونز بالمناسبه انا بحب جدا جدا العلاقه اللي بين تيريون وجيمي لانستر.
من اجمل العلاقات اللي شفتها يعني في الدراما. تيريون لانستر وجيمي لانستر، علاقة مركبة جدا وجميلة جدا. هل روميو هيكون ليه دور اساسي في تشكيلة برشلونة؟ اعتقد انه لان مفيش غيره، مش لانه احسن واحد، بس لانه مفيش غيره. يعني لازم هو يبقى سيء جدا عشان في الاخر تشافي يقرر انه ما يلعبش بيه، ويقرر يلعب بقى مثلا بديونج او يجرب جوندوجان. هتبقى يعني ساعتها هتبقى خسارة كبيرة يعني. بس الطبيعي ان انت رايح تجيب لعيب زي ده اصلا في السن ده، عشان انت ما عندكش حد خالص يلعب في المكان ده. الشيء بس اللي انا كنت منتظره شويه من تشافي انه يدي فرصه شويه لنيكو جونزاليس، ولو ان نيكو لعيب انجري برون، عنده يعني بيجي له اصابات كتير. بس بما انه رجع وبما ان مفيش بيعه يعني كبيره برقم كبير جات لنيكو جونزاليس، فكان ممكن ياخد فرصه. بس طبعا انا متفهم ان ما ينفعش تراهن على نيكو في الموسم. انت ممكن تجيب حد وتراهن مع نيكو معاه. يعني لو روميو لعب في برشلونه، اعتقد ان ممكن نيكو جونزاليس ياخد فرصه. ياخد فرصه، ما اشتغلتش روميو موجود. اشتغلت خير وبركه، واتمنى انها تشتغل. يعني اتمنى ان لو نيكو خد فرصه ينجح ينجح كبيفوت يعني في برشلونه، لان مفيش بيفوت اخر في برشلونه. كل الاوهام اللي كانت في ذهن الناس عن ديونج غير حقيقيه. ديونج مش بيفوت جيد، وحاجات كتير قوي من المواقف. وعلى فكره الناس مع الوقت، كل ما الوقت هيعدي كل ما الناس هتدرك قيمه بوسكيتس. طبعا مش قيمه بوسكيتس بتاع اخر سنتين ثلاثه، لا، قيمه بوسكيتس عموما. لان انا بقيت اشوف الناس بتتعامل مع مسيره بوسكيتس دي كانها يعني خبر سيء. عموما المسيره بقى كلها من يوم ما طلع كانها خبر سيء. بس هو الناس لما يمر شويه وقت كده هتدرك قيمه بوسكيتس، وان بوسكيتس كان لعيب فذ يعني. حاجه مش حاجه ما بتتكررش كتير، ده لو اتكررت اصلا تاني. لماذا تعتقد ان ايرلين هالاند لماذا تعتقد ان هاري كين افضل من ايرلين هالاند؟ لكل الاسباب. هو الفكره مش في ان ايرلين هالاند مهاجم سيء. ايرلين هالاند مهاجم متوحش. هاري كين هو اللي اندر ريتد جدا. هاري كين هو مهاجم من الكتالوج. ما اعتقدش ان في مهاره واحده انت ممكن تحتاجها في اللعيب بتاعك، المهاجم بتاعك، مش موجوده في هاري كين. يعني ابعد بقى، يعني مثلا ابعد عن فكره التسجيل وكذا وكذا وكذا. هاري كين الهولد اب بلاي غير عادي بتاعه. يعني انت لو انت متاخر في الملعب وعايز تطلع بالكوره طويله على واحد يعمل هولد، يحافظ على الكوره تحت رجله للحظات لغايه ما حد يتقدم، لغايه ما الاجنحه تتقدم. هاري كين هو الافضل في هذا الشيء. اللينك اب بلاي بتاعه، انك تلينك مع حد، الجناح يخش يلينك مع حد ويتحول هو في اللحظه دي احيانا الى صانع العاب متاخر. مفيش حد زي هاري كين، بغير بنزيما طبعا في السنين الاخيره يعني. بس مفيش حد زي هاري كين في الشيء ده. طبعا كمهاجم بقى وكتسجيل وكفانش وبتاع برضه لعيب فذ يعني جدا. هاري كين مفيش شيء ينقص هاري كين. مهاجم نادر على فكره، واندر ريتد لدرجه غير عاديه يعني. والناس بتتعامل معاه احيانا ان الناس احيانا بتاخد انطباع عن اللعيب من النادي. يعني هو ده مهاجم توتنهام. لا، هو مش مهاجم توتنهام. هو احسن من اي مهاجم لعب لاتخن فرقه انت شفتها في البريمير ليج اخر 10 سنين. احسن من اي حد. في فرق، في ناس كانت بتاخد البريمير ليج بس ما عندهمش حد زي هاري كين. حاجه خرافيه يعني كل مهاجم بيبقى عنده. يعني مثلا لعيب زي ايرلين هالاند متوحش طبعا، وسابق دايما بخطوه، اسرع بخطوه، اطول بخطوه. آه الفينش بتاعه ممتاز ايرلين هالاند. بس الكره لو على يمين ايرلين هالاند في مشكله. لو انت هتدي الكره لايرلين هالاند في مساحه ضيقه ومحتاج انه يسيطر عليها من لمسه واحده، لان ما عندوش لمستين ثلاثه، هيبقى في مشكله. لو انت محتاج من ايرلين هالاند انك تدي له الكره فيسيطر عليها ويطلع باس، يسيطر عليها ويرفع عينه ويشوف ويطلع باس، كل ده بيحصل بسرعه، هيبقى في مشكله. في حاجات كتير، في مواقف كتير في الملعب لو حطيت ايرلين هالاند فيها بيعطل. مش بيعطل 100% يعني، بس مش هيدي لك جوده عاليه، مش زي جودته جوه البوكس يعني. انت متخيل ان انت كلنا متفقين على جوده ايرلين هالاند جوه البوكس. لا، في مواقف كتيره جدا ايرلين هالاند لو اتحط فيها تحس ان ده كواليتي مختلف عن الكواليتي اللي انت متعود عنها. تحس ان الاثنين دول مش لعيب واحد. بينما هاري كين اديله اي حاجه، احدف يعني، اضربه برصاصه هيستلمها بطن رجله تحت رجله، هيحافظ عليها وهيطلع زميله. شيء خرافي يعني. انا ما اعرفش الناس ما بتديلوش حقه. هو برضه هاري كين اصله
مش شخصيه اتراكتيف قوي. يعني هاري كين انسان بريطاني للغايه يعني، ملامح وشه جامده جدا، مفيش تعبيرات، تسريحه شعره هي من يوم ما عرفناه، وحتى تسريحه شعره شكلها يعني جاد جدا. هو تشعر دايما ان هو انسان جاد جدا. جسمه حتى ما فيهوش ليونة بتدي جمالية كده. في ناس ليونة جسمهم بتدي شيء من الجمالية في التمرير في الاستلام بتاع هاري كين، ما عندوش الكلام ده، بس هو كتأثير فظيع، لعيب فظيع يعني. انا بشوف ان هاري كين افضل من ايرلين هالاند، مش لان ايرلين هالاند وحش، بس لان هاري كين هو الخرافي يعني. برضه لو انت شايف حاجة تانية في الاخر وجهات نظر يعني، كل واحد حر يعني. ما في شخص قال لك من قبل ان فيك شبه من احمد حلمي، والنهارده اليوم العالمي للتشبيه ولا ايه؟ لا، ما حدش قال اني شبه احمد حلمي، ولا حد قال اني شبه احمد حمدي. مين هبقى شبه مين كمان شويه؟ هو الناس بتقول ان انا شبه اسمه ايه ده، اوسوريو مدرب الزمالك، دي اللي اتقالت لي كتير يعني. ألان سان ماكسيمان أفضل من ماني 1000 مرة، تتفق؟ لا لا أتفق لا أتفق أبدا يعني. هما مش كاتيجوري واحد حتى يعني، ماني أعلى بكتير طبعا. ده بغض النظر عن فكرة إن ألان سان ماكسيمان بيصاب كتير وبتاع. هو ألان سان ماكسيمان لعيب تكتيكلي سيء جدا، يعني قدرته على اتخاذ قرار وفهم الجيم وكذا، يعني قدرته على فهم الجيم ومن ثم التفاعل مع هذا الجيم سيئة جدا. انت لو حطيت له الكورة في مساحة يجري يراوغ يعدي، هو مزعج للغاية، مزعج ازعاج غير عادي، وقادر على احداث الفوضى في اي دفاع لو هو حالته جيدة ومش مصاب يعني. ماني اكبر من كده بكتير، اكتر من كده بكتير بكتير بكتير. تايوين لانستر ايضا اسطورة. تايوين لانستر ده اللي هو ابوهم يعني. يعني ماشي، طلعت منه شوية جمل حلوة يعني، بس مش زي تيريون ولورد فاريس ولورد بيليش. اعتقد المثلث ده هم افضل ناس خرج منهم جمل يعني. اعتقد كمان اللي اكتر من تيريون لانستر لورد فاريس، طلعت منه شوية جمل خرافية يعني. في جملة اصلا هو قالها في المسلسل ده من اجمل الجمل اللي سمعتها في حياتي، اللي هي power resides where men believe it resides، اللي هو القوة، يعني ما معنى ترجمة يعني تكمن القوة where men believe it resides، أينما يعتقد الرجل أنها تكمن. يعني مثلا هدي لك مثال ماذا تعني هذه الجملة يعني. لو أنت شايف إن في حاجة معينة بتقويك، أوكي، أنت تعتقد إن الشيء ده بيقويك، وليكن شخص أنت شايف إنه وشه حلو عليك مثلا، أو حركة أنت بتتفائل إنك تعملها. فأنت لما بتقابل الشخص ده مثلا أو بتعمل الحركة دي، أنت فعليا بتبقى مبسوط وعندك عندك ثقة بنفسك، وحاسس انك بقيت اقوى، رغم ان فعليا الحركة اللي انت عملتها او الشخص اللي انت قابلته ده ما اضافلكش اي حاجة، ما اضافلكش اي حاجة خالص، بس انت بتحس انك بقيت اقوى. مش انا حاسس ان انا توهتك. هنفترض ان انت لعيب كورة، اوكي، انت لعيب كورة زي مثلا لويس سواريز كده. لويس سواريز كان عنده الشنجارد حاطط فيه صورة عيلته، ودايما بيبوسهم قبل ما ينزل الملعب وبتاع، بيبوس الشنجارد. هو بيحس ان دي حاجة بتديله قوة. هل هي فعليا اديته قوة؟ لا، هي ما اديتوش حاجة فيزيكلي يعني، هي ما تدوش حاجه، بس هو جاله الاحساس ده. فلما جاله الاحساس ده حس ان هو اقوى فعلا. فهذا الشيء لمجرد ان هو منحه معنى، او مش منحه يعني، مجرد ان الشيء ده ليه معنى عنده، فالشيء ده اصبح ليه تاثير عليه. انت كمان في حاجات بتديها معنى، انت اللي بتخلق لها معنى، وبعد كده الحاجات دي هي اللي بتاثر فيك، بيبقى لها وقع عليك. وقعها ده سببه ايه؟ ان انت منحتها معنى، انت اديت معنى لهذا الشيء. يعني تعالى نتخيل مثلا ان في شخص عادي جدا، بس انت قررت انك تقدسه وتقول عليه شخص عبقري وعظيم ودماغه كبيرة وكذا وكذا وكذا، وفضلت بقى عايش في تغني هذه الأغنية مثلا 5 6 سنين. قد ايه الراجل ده عظيم، قد ايه الراجل ده ذكي، قد ايه الراجل ده عبقري، قد ايه قد ايه قد ايه قد ايه قد ايه. هو فعليا مفيش اي دليل على اللي انت بتقوله ده، بس انت خلاص انت قررت انك تنخرط في هذا الشيء، قررت انك تعظم هذا الشخص. بعدين جه الشخص ده قال لك يا فلان انا بشوف فيك نفسي، انت هتطير من على الارض. ليه؟ لان الشخص العظيم الكذا كذا قال لك انه بيشوف فيك نفسه.
هل هو فعليا شخص عظيم؟ لا، انت اللي منحته هذه العظمه. بس بعد ما منحته هذه العظمه اصبح ليه هو وقع عليك، فلما قال لك كلمه زي دي انت حسيت بثقه في نفسك غير عاديه، حسيت بثقه غير عاديه. القوه دي، القوه اللي انت منحتها له وبالتالي استمدتها منه، انت اصلا اللي اخترعتها، انت اللي اعتقدتها في جوه. حد فاهم حاجه ولا انا توهتكم؟ انا حاسس ان انا توهتكم جامد يعني. طب ممكن حد يديني اي ايموجيز كده لو فاهم، او حد يبعت لي يقول لي انا فاهم او لا انا مش فاهم، عشان الموضوع ده اصلا انا يعني الجمله دي انا بحبها جدا وحاسس ان انا توهتكم مش عارف ليه. اتمنى ان انا لو توهتكم ما كنتش توهتكم قوي يعني. المهم يعني ان power resides where men believe it resides. تكمن القوة أينما يعتقد الرجال أنها تكمن. طبعا مش الرجال بس هو في هذا العصر يعني ما قبل بقى ال political correctness كان دايما الأمثلة بتطلق لما تحب تتكلم عن الإنسان تقول مان، مش لأن الراجل بس هو الإنسان، بس لأن في هذه العصور كان الإشارة للإنسان هي إشارة للرجل دايما. ف power resides where men believe it resides. It's an illusion, shadow on the wall. آه هل مسلسل ريا وسكينة مقتبسة من قصة حقيقية أم خيالية؟ والله يا أستاذ، مين اللي بيسأل؟ حر شمر. أنت بتسأل الشخص الغلط، لأن أنا شخص يعني لا يعترف بالتاريخ بصراحة يعني. يعني أنا عشت في حياتي مواقف شفتها بعيني، ورغم إني شفتها بعيني أنا شفت الناس بتحكي عنها بعد كده إزاي. تمام؟ بعد التجربة دي أنا مبقتش أصدق أي حاجة أنا ما شفتهاش، أنا ما عصرتهاش. يعني في مواقف أنا عشتها بنفسي يوم بيوم، ولما تيجي تسمع الناس بتحكي هذه المواقف ازاي هتلاقيهم بيحكوا حاجة تانية خالص غير اللي انا شفته، حاجة تانية خالص غير اللي انا شفته. فدي الحاجات اللي حصلت قدامي واحنا في عصر الانترنت والناس كلها موبايل، يعني في ايدها موبايل، والموبايل فيه كاميرا ونقدر نصور ونقدر نرصد ونقدر نعمل، وفي ارشيف والناس تقدر ترجع له، ومع ذلك الحكاوي بتتحكي بشكل مختلف تماما عما حدثت له. انت اصلا لو جبت اي اتنين مشجعين لفرقتين مختلفتين وسألتهم عن اي موسم ايه اللي حصل في هذا الموسم هيحكوا لك حكايتين غير بعض، حكايتين غير بعض خالص. اللي فاز هيحكي لك حكاية بتعبر عن ان هو فاز بأحقية مطلقة، واللي خسر هيحكي لك حكاية عن قد ايه هو اتظلم. مين فيهم رغم ان الاتنين دول ممكن يكونوا بطبيعتهم اشخاص صادقين، بس الانحياز العاطفي خلى كل واحد فيهم يحكي حكاية ملهاش علاقة بالتاني. فده شيء انت شفته بعينك ومع ذلك اتحرف، ما بالك باللي انت ما شفتوش. فانا ما اعرفش الحقيقة ريا وسكينة كانت قصة حقيقية ولا خيالية ولو حد قال لي ان هي حقيقية او خيالية هقول له طيب تمام، يعني مش هصدقه يعني او هكذبه. فأنا شخص يثق في التاريخ اللي هو يعني مثلا التاريخ اللي هو التاريخ الواضح، التاريخ اللي ما فيهوش تأويل. يعني التاريخ يعني مثلا الحرب العالمية التانية سقط هتلر عام 1945، دي حاجات ما فيهاش كلام. يعني ما ينفعش حد يقول لك لا مش ده اللي حصل، ده هتلر فضل هو اللي انتصر في الحرب العالمية التانية، لا ده تخريف. هتلر خسر في الحرب العالمية التانية والحلفاء انتصروا في الحرب العالمية التانية، ده مسألة منتهية ما فيهاش كلام. لكن أي حاجة تانية ليها علاقة بالتاريخ ومين قال لمين ثم مين دخل على مين، مين قايل له إيه، مين باعت له إيه، دي بصراحة يعني اساطير شعبيه، انا بتعامل معاها باعتبارها اساطير شعبيه يعني. لا بصدقها ولا بكدبها. آه، اشكر تواضعك الدائم، ولكن لماذا الشخصيات العامه دائما تتصف بالغرور؟ السؤال ده حلو جدا وفي توارد خواطر. الموضوع ده كان جه في بالي من كام يوم. شوف يا استاذ رشيد، بص يا استاذ رشيد، حاول تركز معايا بقى عشان ما توهكش زي ما توهت الناس في باور ريسايدز والمين بليف ات ريسايدز. زمان جدا وانا صغير يعني كنت بتعامل مع الغرور ده باعتباره ذو وجه واحد. يعني في شخص مغرور، اذا الغرور صفة سيئة، وهذا الشخص مغرور اذا هذا رجل سيء. ده مغرور، الغرور شيء سيء، اذا الراجل ده راجل سيء. بعد كده لما كبرت شوية وعشت شوية مواقف اكتشفت ان ده وجه فعلا للموضوع، بس في وجه اخر. يعني الغرور ده ليه اوجه كتير مش وجه واحد. في واحد مغرور لان هو مغرور زي ما قلنا كده، وفي واحد مغرور لان هو حس انه لو ما تعاملش مع الناس بغرور مش هياخد حقه.
يعني الناس هتسفه منه وهتسلبه حقه ما لم يكن بيتعامل بهذا القدر من التعالي. فالتعالي ده فعليا هو مش احساس بالغرور قد ما هو ديفense ميكانيزم، يعني هو بيدافع عن نفسه، بيمارس هذا الغرور كوسيلة دفاع عن نفسه، لأنه حاسس إن هو لو ما مارسش هذا الغرور مش هياخد حقه. وأنا في موقف، موقف شخصي يعني أنا غير فخور بيه خالص، يعني هحكيه يعني عشان الشيء بالشيء يذكر. بس هو موقف سيء، يعني موقف سيء مني، أنا ما كانش المفروض أعمل كده يعني. بس الموقف ده كان من أهم الأسباب اللي خلتني أغير رأيي في فكرة الغرور بشكل عام يعني. في وقت من الأوقات كلمني حد، رئيس تحرير أحد البرامج، يعني الكلام ده من زمان قوي، يعني من 6 7 سنين أو حاجة زي كده يعني. رئيس تحرير أحد البرامج كلمني، وكان في ساعتها شخص بيكتب على فيسبوك. الشخص ده كان شغلته في الحياة إن أنا أقول حاجة فيطلع هو يكتب عليها بوست ويقعد ينتقدني بقى جدا ويطلعني إن أنا ما بفهمش حاجة وكذا وكذا. وتمام يعني ما يعني أنا عمري ما اتعاملت يعني أو رديت أو عملت أو بتاع، تمام يعني خلاص أوكي. فجه حد رئيس تحرير أحد البرامج قال لي: إيه رأيك لو نستضيفك في حلقة ونستضيف فلان اللي هو الشخص ده ونعمل مناظرة، بما إن أنت كذا وهو كذا. فانا في اللحظه دي طبعا خدتها على كرامتي جدا، انت بتعتبرني انا وده زي بعض. فقمت قايل له كلمه ما كانش المفروض اقولها يعني. قلت له: سوري معلش، مين الجربوع اللي انت عايز تطلعه معايا في التلفزيون؟ قال له نصا كده: مين الجربوع ده اللي انت عايز تحطه قدامي وتقول لي انت كذا وهو كذا؟ مين ده؟ ده موقف انا مش فخور بيه خالص يعني، ما كانش المفروض اعمل كده، بالذات ان الشخص اللي انا بكلمه ده انا ما اعرفوش قوي، ما كانش المفروض ان انفعل قوي كده. بس فعليا انا ادركت في اللحظه دي ان انت في اوقات بتحتاج تخش بوشك. يعني إن ما كانش الناس من نفسها يبقى عندها ذوق وإحساس وتقييم وتقدير، فلا أنا هاخد التقدير ده أحطه في زورك، يعني هفرضه عليك. يعني أنا مش هقعد أستنى إن العالم كله يحس إن أنا محترم معاهم فيحترموني، لا، لو أنت مش عارف تحترمني من نفسك أنا هعرف إزاي أخليك تحترمني. وإن كنت أنت إنسان سيء لدرجة إن أنت عشان تحترمني لازم أديك على وشك، هضطر أديك على وشك، مش لأني عايز أديك على وشك، بس لأن هي دي الطريقة اللي بتنفع معاك. فاهم قصدي؟ ففي أوقات فعلا، وده خاضع بص، انا عندي نظريه كده من زمان يعني. انت الجمهور عموما، الناس عموم الناس يعني، هم اللي بيصنعوا الشخصيات المشهوره، هم اللي بيصنعوا، مش بيصنعوهم يعني هم اللي بيشجعوهم لغايه ما بيصنعوهم، لا، هم اللي بيتحكموا في شخصياتهم. يعني لو انت شخص آه، بتقدس التواضع هتلاقي كل الشخصيات العامه بتدعي التواضع. ليه؟ عشان يعجبوك. لو انت شخص لو انت مثلا شخص من الناس اللي هي بتشوف حد في فيديو في حفلة بيرقص بيغني فتعتبره انسان تافه، محدش هينشر لنفسه اي فيديو وهو بيغني او بتاع، وكل الناس هتلاقيهم واقفين متصورين الصورة اللي هي ايه، حاطط ايده الاتنين جنب بعض، حاطط مشبك صوابعه في بعض دي، واقف مديلك نص ابتسامة عشان يديك احساس ان هو تقيل وجامد وكده. ليه؟ لان انت بتقدس هذه الاشياء. مش انت بتحبها؟ اه طب انا هديها لك. مش انت لو شفت الحاجات دي هتقول عليا ان انا جامد؟ اه طب خد يلا الحاجات دي. هل ده معناه ان الناس دي في حياتها كلها كده؟ يعني هو مثلا بيبقى واقف في الوقفه دي وهو بيكلم اصحابه، يعني مثلا واحد واقف بيكلم اصحابه يبقى واقف مشبك صوابعه في ايده كده، واقف كده فارد ظهره ومبتسم نص ابتسامه وبيتكلم ببطء، هو بيعمل كده وقاعد مع اصحابه مثلا؟ اكيد لا. طب هو ليه بيعمل كده قدامك؟ لان هو عارف ان انت بتحب الحاجات دي. ليه انت بتحب الحاجات دي؟ سوري لانك تافه. محدش يزعل يعني، لو هو ده تقييمك للناس يعني، فانت دماغك تعبانه. بينما انت لو شفت حد مثلا، انا فاكر مره زمان جدا احد يعني كان في فرح لاعلامي في قناه ما، قناه بعيد عني يعني، عمري ما اشتغلت فيها ولا ليا اي علاقه بيها. فجايبين صور من الفرح، فكل المذيعين بقى بيرقصوا في الفرح وبتاع. فكانت التعليقات اللي جايه من الناس كلها: هم دول الناس اللي قاعدين بنتفرج عليهم؟ اه يا حبيبي هم دول الناس قاعدين بنتفرج عليهم، هم في فرح فبيرقصوا. ايه اللي مضايقك؟ مش فاهم. يعني انت عايزهم يطلعوا في الفرح مثلا يقدموا نشره؟ يعني انت منتظر منه ايه؟ واحد قاعد في حفله فرح، منتظر منه انه يطلع يعمل ايه بقى؟ يقدم لك نشره؟ يعمل ايه؟ بس لان الناس
شافت هذا المشهد البسيط جدا العفوي جدا وقررت ان هم يعملوا اكس على الاعلاميين دول، فبقيه الاعلاميين كلهم كل ما هيجوا يظهروا قدامك هيعمل ايه؟ هيقوم واقف لك مديك النص ابتسامه بالنص واقفه وصوابعه مشبكه في بعضها، وكانه الرئيس الامريكي وهو داخل مناظره. هو فعليا ولا الرئيس الامريكي ولا داخل مناظره ولا عنده فكره، بس ده اللي انت بتحبه فده اللي هو هيديهولك. ففعليا انت اللي صنعت، انت يعني انت في الاخر هتيجي تقول ايه؟ يا ده الناس بقت ممله جدا مفيش جديد بتاع حبيبي مهدم. انت مش بتاع جديد. انت مش بتاع جديد. انت تقييمك للناس هو انه ما بيغلطش، طالما ما بيغلطش يبقى انا ما عملتش عليه حفله، يبقى انا ما طلعتوش على المسرح. فالناس كلها تبقى عايزه ما تغلطش. انت لو حد قال راي واحد ما عجبكش هتبقى عايز تغتاله، تغتاله. فالنتيجه ايه؟ ان محدش عايز يقول اي راي ما يعجبكش، محدش بيقول اي راي اصلا. كل الناس عماله تعيد انتاج السائد. ايه السائد؟ ايه المترسخ في اذهانكم يا جمهوري عزيز؟ ان كذا حلو ماشي، انا كمان اطلع اقول ان كذا حلو. ان كذا وحش، اه طب كذا وحش. غيرتوا رايكم؟ طب انا اغير رايي معاكم. طب هل انا المفروض اطلع اقول لك رايي ولا اطلع اعيد انتاج رايك؟ المفروض اطلع اقول لك رايي. طب انا ليه ما بقولش رايي؟ لان انا لو قلت رايي وما جاش على هواك انت هتختلني معنويا. وما دام هتختلني معنويا انا بصراحه مش جاي انتحر، يعني انا مش جاي، انا مش فدائي. فخليني اخدك على قد عقلك. فالدايره هنا بتقفل بقى، ان الناس تبقى عايز تسمع حاجه فيطلع الاعلام ياخدهم على قد عقلهم، حرفيا حرفيا ياخدهم على قد عقلهم ويسمعهم اللي هم عايزينه، فهم يحبوه. تكتمل هنا الدايره ونقعد نعيد بقى انتاجها تاني. انتوا عايزين تسمعوا ايه؟ كذا، طب خدوا كذا. الله عليك ده انت كويس. طب بكره عايزين تسمعوا ايه؟ كذا، طب يلا خدوا كذا. الله عليك ده انت كويس. نقعد نعيد في هذه الدايره الى الابد لغايه ما ننتج تخلف عقلي، عقول مظلمه، محدش بيفكر، محدش عايز يسال نفسه اي اسئله، وكل الناس خايفه. كل الناس خايفه، اي حد خايف يقول اي راي في اي موضوع لا يطلع على المسرح. بعدين في الاخر تطلع تقول يا جماعه احنا عايزين جديد. يا حبيبي انت مش بتاع جديد، انت ما بتشجعش الجديد. انت لو شفت اي شيء جديد اول حاجه بتعملها انك بتسخر منه. انت لو شفت واحد كاتب راي على تويتر، الشخص ده مثلا ما عندوش فولورز كتير او مش مشهور او بتاع، ورايه ده بيتعارض معايا انا، بلاش اقول لك، بلاش اضرب امثله بناس تانية، معايا انا بقى شخص مثلا بطلع في التلفزيون ومعروف الى حد ما يعني. لو لقيت حد بيقول راي عكس رايي انا هتروح تتريق عليه، هتروح تقول له انت مين انت عشان تروح تختلف مع فلان؟ رغم انه ممكن يكون رايه احسن من رايي، وارد جدا ان رايه احسن من رايي، بس هو في نظرك انت ده فلان بيطلع في التلفزيون بيبقى لابس بليزر، لابس قميص مش عارف ايه بتاع، وعنده فولورز، ناس معروف كده بتاع، بينما انت فلان عندك 20 فولور، انت مين انت معفن عشان اسمعك؟ انت اللي عملت كده. انت مش عايز تسمع جديد، بعدين هترجع تشتكي ان مفيش جديد. انت اللي عملت كده. انت اللي قدست محدودي الموهبه لغايه ما العالم كله بقى محدودي الموهبه. اما موهوبين مش عايزين يظهروا موهبتهم، خايفين لا يزعلوك في حاجه، يعرضوك في حاجه، او هم فعلا محدودي الموهبه، واحد فعلا ما عندوش راي، ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش حاجه يضيفها. والاثنين في النهايه بيبقوا شخص واحد. يعني اما ان انا شخص موهوب وعندي راي بس مش عايز اقول حاجه لان الناس تكرهني، فبأدي اداء محدود الموهبه رغم ان انا موهوب، بس بأدي اداء محدود الموهبه. او انا فعليا شخص محدود الموهبه اصلا غير قادر على انتاج اي راي. انا بستناك انت تقول شوف انت عايز ايه واطلع اقول لك اللي انت عايزه وخلاص وبتاع وانت تبقى مبسوط. انا بشوف ناس يقول لك فلان الفلاني ده جامد، اقول له طب تمام، ايه اللي انت سمعته منه قبل كده حسيت انه جامد؟ ما يعرفش يفتكر لي جمله. طب انت ليه بتقول عليه جامد؟ لانه بس ما قالش مره حاجه زعلتني. فاهم يعني انا فعلا بحس ان في ناس مترسخ في الذهن ان هم جامدين، وانا مش قادر الاقي سبب واحد ان هم جامدين يعني. مش سبب واحد يقنعني، لا سبب واحد يقنعك انت، يعني انت اللي بتقول ان فلان ده واو. طيب ايه اللي انت شفته مثلا من فلان فقال انا مش يعني انا مش معترض، بس انا عايز اعرف ايه اللي انت شفته من فلان وحسسك انه واو؟ تلاقيه مش فاكر ولا حاجه خالص. هو بس عنده انطباع ان فلان ده كويس، والانطباع ده ترسخ على مدار الزمن. طب ايه اللي ساهم ان الانطباع ده ترسخ؟ ان فلان ده مفيش ولا مره طلع قال راي ما عجبنيش. طب كيف نجح فلان انه يقعد طول السنين دي ما يختلفش معايا؟ لانه ببساطه ما بيقولش حاجه اصلا. فبما انه يعني بما انه ما زعلنيش يبقى هو كويس. وفي ناس بتعيش حياتها كلها كده، يقول لك فلان الفلاني ده جامد جدا عظيم جدا، ومحدش فاكر هو هو جامد او عظيم ليه. يعني من اين اتت العظمه؟ من اين بدات الجموديه؟ من اين جاءت العبقريه؟ محدش عارف. بس هو انت تقييمك للناس ما دام ما بيزعلنيش يبقى هو كويس.
فتحول الناس كلها الى ناس مش عايزين يزعلوك، فتحولت الحياه كلها الى حياه ممله تماما. ما حدش عايز يزعل حد، فما حدش عايز يقول حاجه، فكل الناس. بعدين بعد الدايره دي ما تكتمل بقى، ونبقى كلنا مملين جدا وعايزين نترمي في الزباله، هيقوم طالع ناس تانية يقول لك انا هكسر العجله. تكسر العجله ازاي يا باشا؟ انا هعترض على اي حاجه، هشوف الناس عايزه تسمع ايه واقول عكسهم 180 درجه. يا جماعه انتوا بتحبوا ايه مثلا في الممثلين؟ بتاع مش عارف مين، بتاع براد بيت ما بيعرفش يمثل، تعبان، منفوخ. ايه السينما العربيه؟ مين؟ احمد زكي ما عندوش فكره. عادل امام منفوخ. اللي هو شخص هيطلع يتحدى اي حاجه، هو برضو ده مش رايه، هو طالع يتحداك وخلاص، فانت تشتمه فهو يتشهر. تمام، فتبقى تلاقي نفسك انت بقيت، احنا دلوقتي احنا حاليا كوننا مجتمع من الناقدين. الناس مش عايز تقول اي حاجه خالص عشان ما تزعلكش، هم رسموا الصوره الذهنيه دي، رسموا البيرسونا دي ان انا ما بزعلكش. وناس تانية بتتعمد تزعلك لان ده اللي بيبقيهم على قيد الحياه. هل في حد تاني بقى في النص ممكن يطلع يقول لك راي هنا، مره يعجبك مره ما يعجبكش؟ انت قضيت على الناس دي. اللي بيعرف يقاوم بيعرف، ودول بيبقوا قله يعني، بس معظم الناس ما بتعرفش، ما تقدرش تقاوم. يعني تحت في مره من المرات بيقوم قايل حاجه، الناس بتهاجمه جامد، ما بيستحملش، ما بيقدرش. طبعا انت سألني في الاول عن الغرور، وانا جاوبتك في اتجاه تاني خالص، بس انا كلمتك عن موضوع الغرور. جزء كبير من الغرور، يعني في ناس مغرورين لانهم مغرورين، وفي ناس مش مغرورين لكن بيرسموا الوش ده لان هم مش واثقين ان الناس هتحترمهم لوحدهم، فهو بيجبرك انك تحترمه، بيجبرك انك تديله قيمته، بيجبرك انك تديله اعتباره. زي ما انا في يوم كده صعبت عليا نفسي من حد يقول لي اطلع انا وفلان، انت قايله مين الجربوع ده؟ ودي حاجة أنا غير فخور بيها، تاني بأكد تاني مرة تانية، حاجة ما كانش المفروض أعملها يعني. بس لأن اللي بكلمه كان شخص جاهل ما عندوش تمييز، فاضطريت يعني إن أتكلم معاه بالأسلوب ده. فمش كل الناس مغرورين كده يعني. أتمنى إنك تكون فهمتني. آه، تاني أقولها تاني. طيب هحاول ألخصها تاني، أنا آسف هحاول ألخصها تاني. في ناس مغرورين لأن هو إنسان مغرور، هو بس شخص كده شاف نفسه إن هو كويس شوية، فحس إنه أحسن واحد في العالم، موهوم، جاهل يعني، فبقى مغرور. تمام، مفهومة دي. في واحد تاني هو مش مغرور، بس هو بيتعمد يتعامل بشكل معين لانه حاسس انه لو ما تعاملش بالشكل ده الناس مش هتحترمه. بيتعمد يتعامل بشكل ناشف لانه حاسس ان ده الشيء اللي ممكن اللي بيجبر الناس تحترمه. ده فعليا هو مش مغرور، بس هو بيتعمد يتصرف بالشكل ده لانه مش شايف ان انت هتحترمه من نفسك. هو لو اتاكد ان الناس هتحترمه من نفسها مش هيبقى مغرور. فالغرور حاجتين، في غرور حقيقي وفي غرور مصطنع لمجرد ان الشخص بيبقى حاسس ان اللي حواليه ناس ممكن ما تقدروش بشكل كفايه. آه آه هل تعتقد ان اللاعبين الذين لم يحظوا بالفرصة الاحتراف الخارجي كان يا جماعة نفس الأسطورة الشعبية بتاعت اللعيبة اللي لو كانوا احترفوا كان هيبقوا أحسن من صلاح؟ طب يا جماعة ما احترفوش ليه؟ ما هو احنا ممكن نمد الخط ده على استقامته، انت مثلا تقول لي فلان ده لو كان احترف كان هيبقى أحسن من صلاح، وانا اقول لك برضو ان انا اخ وحيد لاختين، لو كان ليا اخ كان بقى احسن من مارادونا. اثبت، اثبت. في ولد كان عنده 10 سنين بيلعب كورة، بعدين ما كملش كورة، لو كان كمل كان بقى احسن من صلاح. اثبت العكس. كلها اوهام بقى يعني، كلها وات اف وات اف وات اف. صلاح هو افضل لعيب في تاريخ الكرة المصرية، نقطة. هل في ناس تانية كان ممكن تبقى احسن منه؟ اكيد. شعب 100 مليون اكيد كان في حد فيهم احسن من صلاح.
بس احسن في ايه؟ احسن في المراوغه مثلا، هل صلاح وصل اللي هو فيه ده بالمراوغه بس؟ احسن في السرعه مثلا، هل صلاح وصل هنا لانه سريع بس؟ احسن في الالتزام مثلا، هل صلاح وصل هنا انه ملتزم بس؟ هو صلاح وصل هنا لانه كل الحاجات دي مع بعض، بالاضافه اكيد لشويه حظ وشويه توفيق اللي هو اي انسان ناجح بيحتاجهم يعني. بس هو صلاح مجموعه اشياء اجتمعوا مع بعض في شخص واحد حطوه في المكانه دي. لو انت شايف ان في صفه واحده عند شخص اعلى من الصفه دي عند صلاح، تمام، بس هل الصفه دي لوحدها بتصنع شيء؟ لا، ما بتصنعش شيء. لا ملتزم لوحدها بتصنع شيء، ملتزم يعني بجسمه، ملتزم بنومه بتمرينه بكذا وكذا، لا ملتزم لوحدها بتصنع شيء، ولا سريع لوحدها بتصنع شيء، ولا موهبة لوحدها بتصنع شيء، ولا الحاجات دي، مفيش حاجة لوحدها بتصنع شيء. فلو انت عندك واحد عنده صفة من كل هذه الصفات، فاعتبرت ان الصفة دي لانها موجودة فهو كان يقدر يكون مكان صلاح، انت بس بتشوف الصورة من زاوية ضيقة جدا. موضوع ليه 1000 وجه وانت بتبص لوجه واحد منهم. ببساطة يعني الموضوع يعني مش عارف ازاي الناس بتتناقش في موضوع صلاح ده. حاجة زي ان الشمس تشرق من المشرق يعني. الشمس تشرق من المشرق وصلاح افضل لعيب في تاريخ مصر بمسافة ضخمة عن اي حد. بتفكروا في ايه وبتتكلموا في ايه؟ مش فاهم يعني، في حاجة يعني ما لا تستدعي يعني. هل ترى النور في نهاية النفق في الكرة المصرية؟ لا، لا أرى النور في نهاية النفق، أرى نفق آخر. لا، أرى عدة أنفاق بلا نهاية. جواو فيليكس البرشلونة. جواو فيليكس لعيب إمكانياته جيدة، بس انا اتحدى اي حد يقدر يقول ما هو مستوى جواو فيليكس. يعني احنا ممكن نتفق ان امكانياته جيده، بس ايه هو مستواه؟ لان جواو فيليكس اب داون اب داون اب. يعني الصعود بتاعه كان صعود كبير جدا، واللحظه اللي انتقل فيها لاتلتيكو مدريد كانت لحظه يعني بتنبئ بنجم صاعد وكذا وكذا. بعدين لعب شويه كويس، بعدين ما لعبش شويه كويس، بعدين دخل في خناقه مع سيميوني، بعدين مش عارف ايه، بعدين اعاره لتشيلسي. تشيلسي دي طبعا اي حد لعب في تشيلسي في الفتره اللي في السنه اللي فاتت دي لا يمكن تقييمه، لان تشيلسي كان فوضى عارمه يعني. فما هو مستوى جواو فيليكس ما حدش يعرف. احنا نعرف ممكن نقول امكانيات جواو فيليكس كبيره جدا فعلا يعني، لعيب عنده امكانيات كبيره، بس ايه هو مستوى جواو فيليكس ما حدش يعرف. يعني انت لو جبت جواو فيليكس، لو افترضنا ان هو امكانياته 1 2 3 4، وهنفترض ان كلنا اتفقنا على ان هي دي امكانياته 1 2 3 4، كلنا مجمعين على امكانياته، هل امكانياته دي وانت عندك في السيزون مثلا 40 ماتش، هيدي لك الواحد اتنين تلاته اربعه دول في كام ماتش من ال 40؟ لا يمكن حد يعرف يتنبأ. حتى لو اتفقنا على امكانياته فصعب جدا نتفق على استمراريته. استمراريته محل شك. آه، كريستيانو رونالدو دافع عن الدوري السعودي. والله يا جماعة وجهات نظر يعني. أنا شايف إن كريستيانو رونالدو دافع عن نفسه. يعني هو كريستيانو رونالدو قال إن الدوري السعودي قوي لأن أنا موجود فيه. ده معنى الكلام يعني. وإن الناس دي كلها بتيجي الدوري السعودي دلوقتي لأن أنا موجود فيه. بس كده. هو ده السبب الوحيد. يعني الناس دي ولا جات لها عروض كويسة ولا عقود كويسة ولا لا 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 لا، هم الناس دي كلها جات لأن أنا موجود. أنا ما شفتش إن هو دافع عن الدوري السعودي، أنا شفت إن هو دافع عن نفسه. زي ما أنا كان الجملة بتاعت نابليون كده، أينما يكون نابليون تكون المنصة. اللي هو مين هو الدوري الجامد؟ الدوري الجامد هو اللي أنا فيه. فأرجع أقول وجهة نظر يعني، بس أنا ما حسيتش إن هو بيدافع عن الدوري السعودي، هو بيدافع عن المكان اللي هو فيه. طب ما هو دفاعك يا كريستيانو رونالدو؟ إن أنا موجود، وبما إن أنا موجود يبقى كل حاجة تمام، والناس دي جت لأن أنا موجود. هو لو قال ان الناس انتقدتني مثلا، ودي جمله هو قالها فعلا، قال ان في ناس انتقدوني بعدين ناس كتير جت بعدها، دي حقيقيه، دي صحيحه. بس هو معظم كلامه في الدفاع يعني عن الموضوع، هو بيدافع ان انا موجود، انا ببدا، الناس كلها بتدور عليا، انا رحت فالناس جت. وده طبعا غير صحيح. اكيد بالتالي احنا متفقين ان هو غير صحيح، مش ممكن نختلف على كده. يعني هو روبن نيفيش مثلا وساديو ماني ورياض محرز، الناس دي لو جت يعني هم مش جايين عشان رونالدو هنا يعني. يعني رونالدو لو بيلعب في دوريات اخرى بدون تسمية عشان ما نبقاش بنهين يعني دول تانية،
رونالدو لو بيلعب في دوريات اخرى ما كانوش هيروحوا وراه يعني، ما كانوش هيروحوا وراه يعني. هم جم لان في اسباب كتيره جدا. تاني امام عاشور، امام عاشور انا قلت كمان مش عايز اتكلم في الكوره المصريه. طيب انا هقول جمله واحده ونقفل الموضوع ده خالص. كنت قاعد مع اصحابي لما نزلت مصر وكانوا بيتكلموا في موضوع امام عاشور، قلت لهم بصراحه يا جماعه انا عارف ان انتوا هتزعلوا مني، بس ان كنت انا بتمنى شيء انا بتمنى امام عاشور يروح الاهلي وبعدها زيزو وبعدها فتوح. ليه؟ عشان نخلص خالص. طول ما في بصيص امل هتفضل انت متعلق التعليقه اللي انت فيها دي. لا، هو العلاج الوحيد ان ما يبقاش في بصيص امل. انا اتمنى امام ثم زيزو ثم فتوح، نخلص. نخلص، خلينا نخلص. في حكايه زمان تجربه علميه مشهوره جدا عن ضفدع حطوه في ميه درجه حرارتها هاديه عاديه، وفضلوا يسخنوا الميه بالراحه بالراحه بالراحه، الميه عماله تسخن ببطء شديد جدا جدا، فالضفدع فضل قاعد في الميه. ليه؟ لانها بتسخن ببطء شديد، فهو دايما عنده امل ان الامور هترجع زي الاول. يعني هو دايما عنده احساس ان الحراره اللي في الميه دي شيء مؤقت وهنرجع زي الاول، هترجع تاني هترجع تاني هترجع تاني هترجع تاني لغايه ما درجه الحراره وصلت 100 والضفدع ده مات. تجربه تانية لضفدع حطوه في درجه حراره هي اوريدي 100، اول ما اتحط في الميه قنطت منها على طول، لانه خد الصدمه على طول. التاني ما خدش الصدمه على طول، خدها ببطء. فكل ما الامور بتحصل ببطء كل ما انت بتحس ما يمكن تتحسن شويه، ما يمكن اللي احنا فيه ده فتره وهتعدي، ما يمكن لغايه ما بنوصل فعلا ان مفيش حاجه بتحصل وانت بتموت جوه. فانا اتمنى ان ايه، زيزو فتوح امام اديله على طول ورا بعض كده، خلينا نخلص. يمكن ساعتها الناس تشوف الموضوع بصورته الحقيقيه، يمكن ما يفضلوش دايما يبصوا في حته تانية يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آه، المسلسل اللي بتتابعه عمري ما بقول المسلسل اللي بتابعه وقت ما بتابعه لان الناس بتحرق، عمرها ما بتحصل يعني. لا اثق انا في هل ساديو ماني مفيد للنصر؟ مفيد لاي حد يعني، ساديو ماني مفيد لاي حد، مفيد لاي فريق. يعني ده نوعيه اللعيبه اللي ما بيحتاجش حاجه تاني، هو مفيد بشكل مطلق. بعدين ساديو ماني السنه الاخيره ليه في ليفربول كمان كان بيلعب مهاجم، لعيب متنوع جدا، مفيد في اي شيء، مفيد لاي فريق، مفيهاش كلام يعني. هو يعني احد العجائب اللي انا شفتها ان في ناس بتقول لا بس الان سان ماكسيما احسن منه، ودي برضو معضله الفيديو القصير، لان الان سان ماكسيمان ده هو من نوعيه اللعيبه اللي ممكن تعمل له فيديو الناس تشوفه تتجنن، لانه فعلا لعيب سريع جدا 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 جدا، ومراوغ ممتاز، وفي لحظات وانت بتتفرج عليه تشعر ان ده لعيب لا يمكن ايقافه، بس ده مش حقيقي. هو لعيب يساعدك جدا، هو لعيب ممتاز على فكره الان سان ماكسيمان، انا مش بقول ان هو لعيب سيء، ولو جه الدوري السعودي هيبقى مؤثر، بس تقارنه بساديو ماني لا، ماني مستوى تاني خالص خالص، بعيد يعني. هل تابعت انمي في حياتك؟ لا ما تابعتش، مش لاني واخد موقف يعني، بس ما جاتش فرصه قبل كده ان انا اتابع يعني. الاتحاد والتعاقدات بقياده نونو سانتو، والله الاتحاد انا شايف ان التعاقدات منطقيه جدا. الحاجه الوحيده اللي انا لسه مش قادر افهمها ومستني الموسم يبدا عشان اعرفها، هل هو فعلا عايز حمد الله في وجود بنزيما، وهيعمل ايه في وجودهم هما الاثنين؟ هل هيلعب 3-5-2 مثلا؟ مش عارف. يعني ده الشيء الوحيد اللي بالنسبه لي فعلا لسه محتاج. يعني هو مثلا راح جاب كانتي، طبعا كانتي لعيب لو سليم، لو سليم هيبقى مهم جدا، وشاف ان كانتي ما هوش محور ارتكاز فراح دور على محور ارتكاز اللي هو فابينيو. واللي انا قلته قبل كده ان هو لو ما جابش فابينيو هيدور على محور ارتكاز تاني، ارتكاز مش اي لعيب وسط ملعب، لعيب محور ارتكاز تاني. فكل ده منطقي 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 منطقي. اللي مش اللي انا لسه مش قادر افهمه قوي، مع عندك بنزيما وعايز حمد الله ليه؟ الا اذا كان حمد الله هيوافق يبقى بديل، مش عارف. فدي اللي انا مستني ابدا بدايه الموسم عشان افهمها اكتر يعني، عشان اشوف ايه اللي هيحصل يعني. بس هو مش عارف يعني، خلينا ما نتسرعش، خلينا نستنى ما نشوف الراجل ايه اللي في دماغه يعني.
لان هو راجل يعني مش راجل مش تافه، يعني راجل مدرب كبير يعني. وبالمناسبه برضه نونو سانتو من الناس اللي في بدايه الموسم قال لك ايه وبتاع وبيقزم الاتحاد وبتاع وكل هذا الكلام كل هذا الكلام الجميل. سلاما سلاما لنونو سانتو ولا رودي جارسيا ولا كل الناس اللي ما علينا. أه... تعرض عليك، انا اتعرض عليا منصب كبير جدا في الزمالك في وقت من الاوقات وانا اعتذرت. منصب لو كان اتعرض عليا قبل اللحظه اللي اتعرض عليا فيها دي ب3 سنين انا كنت هبقى طاير من الفرح، كنت هبقى طاير من الفرح ان انا امسك حاجه بالحجم ده في الزمالك شخصيا. بس للاسف هو في اللحظه اللي اتعرض عليا فيها انا كنت شايف الصوره بشكل مختلف، كنت حاسس ان انا مجرد ان انا ابقى موجود هنا انا جاي اضحك على الناس. وفعليا يعني محدش بيقول الكلام ده على نفسه، وانا اسف ان انا هضطر اقول الكلمه دي، اسف تاني هضطر اقول الكلمه دي، انا مش كذاب. بكذب زي ما كل الناس بتكذب طبعا، بس انا مش كذاب. يعني لا استخدم الكذب من اجل الحياه، اللي هو حياتي تبقى مرتبطه او مستقبلي او شغلي يبقى مرتبطه بان انا بكذب وبوهم الناس بحاجات مش حقيقيه. انا ما اقدرش اعمل الكلام ده. هل انا بكذب زي ما الناس بتكذب في حياتها الطبيعيه؟ طبعا انا مش ملاك يعني، كل الناس بتكذب وانا بكذب عادي. بس ما اقدرش يكون الكذب جزء اساسي في حياتي، جزء متكرر يومي في حياتي. ما اقدرش بصراحه، شيء صعب جدا. أنا يعني ممكن حد يتحمله، انا ما اقدرش اتحمله. ما اقدرش اطلع اضحك عليك، ما اقدرش اطلع ابيع لك وهم عشان تفضل انت موجود ومتابع وكذا 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 وانا بضحك عليك وانا عارف ان مفيش فايده. ما اقدرش، فاعتذرت. أه. هل الشناوي ممكن يفيد النصر اكتر من دخية؟ امتنع عن الاجابه عن هذا السؤال. امتنع. بالمناسبه انا شفت النهارده مباراه النصر وبنفيكا، الوحيد اللي عجبني هو نواف العجيدي اصلا بقى. الوحيد اللي عجبني في الفرقه كلها، الوحيد اللي عجبني هو نواف العجيدي. طبعا مش كل الناس كانوا بنفس السوق، السوق كان مختلف يعني، في سوق شديد شديد جدا زي عبد الاله العمري مثلا، زي يعني، بس كل الناس كانوا سيئين ما عدا نواف العجيدي. الوحيد اللي انا حسيت انه ما كانش سيء النهارده. دخل فيه 4 اجوان بس لما تتفرج على الجيم لا. هل حسن تنبكتي قادر على تعويض حجازي خلال الدور الاول من دوري كاس العالم بالتحديد؟ يعني انا بشوف ان حسن هو افضل، ممكن يكون افضل لاعب سعودي في الموسم المحلي اللي فات. اعتقد، اظن ان هو افضل لاعب سعودي ان لم تخني الذاكره، يعني ممكن اكون انا ناسي حد، بس في الموسم المحلي السابق افضل لاعب سعودي هو حسان تنبكتي ان لم تخني الذاكره. ولعيب يعتمد عليه جدا جدا في انك تحطه في مكان حتى بيلعب فيه اجنبي. وده سبب رفضك المنصب الكذب؟ ده سبب رفضي المنصب يعني. هو ده السبب. اكيد ده منصب ما ينفعش تطلع فيه تقول للناس مفيش فايده، ما انت جاي ليه. ببساطه يعني. فعشان تدي الناس احساس بالجديه يعني لازم تعيشهم بقى في اوهام، تقعد تقول لهم واو بكره احلى، معا سنقهر المستحيل، وانت عارف ان انت ولا تقهر المستحيل ولا تعمل حاجه. كل اللي هيحصل بس ان انت عمال تعدي الاوقات وتقبض مرتبك اخر الشهر، شهر ويجيب شهر يجيب شهر يجيب شهر يجيب شهر، كل شويه بقى ايه نخلص من الموضوع، انتهي بينا فشل الذريع، نقوم مخترعين موضوع تاني نقعد بقى نلف حواليه. اللي هو بيحصل دلوقتي حصل زمان وهيفضل يحصل قدام طول الوقت. هتلاقي دايما في حاجه كده اللي هي ايه، القشايه. كل ما تبقى بتغرق يقول لك بس بص القشايه دي لو ظبطت كل حاجه هتظبط، فتقوم انت ماسك في القشايه تفضل عايش بقى سنه بقى ولا سنتين ولا حاجه لغايه ما تكتشف ان القشايه دي وهم. اقول لك بس شايف انت الجزيره اللي هناك دي، انت بس لو كملت عوم لغايه هناك هتعيش. فتقوم انت عايم بقى لغايه ما انت بص تلاقي مفيش جزيره ولا حاجه، بيقول لك بص عارف المركب بقى اللي هي نص غرقانه اللي هناك دي، انت لو دست على نفسك كمان تقضي حياتك كلها كده. بعدين كل شويه تحصل على انتصارات بسيطه تقنع بيها نفسك ان طب ما هو ينفع يا جماعه، طب ما تخلينا نجرب تاني، وهكذا يعني.
ايه رايك بالمدرب كاسترو؟ لسه ما شفتش حاجه، بس هو النصر النهارده ما عجبنيش خالص يعني خالص. يعني مثلا في شيء متكرر في المباراه النهارده طول الشوط الاول، طول الشوط الاول وتقريبا طول الشوط الثاني، بس الشوط الاول بالذات يعني، ان بنفيكا واقف بيقول لك العب اللمسه الاولى. يعني انت عندك ضربه مرمى، بنفيكا بيسيبك تلعب اللمسه الاولى لغايه ما الكوره توصل لعبد الهلال عمرو، يضغطوا عليه ياخدوا الكوره. مش ياخدوا الكوره منه، ياخدوا الكوره عن طريق ان هو لعب تمريره زنق بيها كونان، او زنق بيها غريب، او هو نفسه فقد الكوره. بس هم دايما هم متارجتين، هم سايبينك تلعب اللمسه الاولى. انت بتبني اللعب ان هو في العجيدي مع ضربه مرمى، محدش هيطلع يضغط على حد، اهدى شويه كده، سيبه يطلع اللمسه الاولى. تطلع اللمسه الاولى، راح بلال عامل روح اضغط خد الكوره. وصلنا لمرحله تقريبا في 5 دقائق كامله النصر ما كانش عارف يطلع، النصر ما كانش عارف يطلع من نص ملعبه بنفس الطريقه، هي بالظبط. ما اقدرش اقول ان ده حكم يعني على كاسترو، بس النهارده ما شفتش حاجه بصراحه. انا مش من انصار الناس تشوف حاجه في الاول تقول اه المدرب ده كويس او اه المدرب ده وحش، يعني مش من انصار الكلام ده يعني. آه هل تهتم بالاموال؟ اه طبعا بهتم بالاموال، واي حد يقول لك انه لا يهتم بالمال هو كذاب يعني. اي حد يقول لك انه ما بيهتمش بالمال كذاب. هو السؤال مش هل تهتم بالمال، السؤال هو هل تعمل اي حاجه عشان المال. هو ده السؤال الحقيقي. يعني انا بشوف ان السؤال هل فلان بيهتم بالفلوس، ده مش سؤال اصلا، مش سؤال اساسا. مفيش حاجه اسمها، يعني مفيش حاجه اسمها انسان كائن حي ما بيهتمش بالفلوس. امال بيعيش ازاي؟ بيعيش بايه؟ يعني انت لو عايز تعمل اي حاجه في حياتك هتحتاج ايه؟ فلوس. لو لا قدر الله، لو لا قدر الله نص المشاكل اللي ممكن تقع فيها حلها هيبقى في ايه؟ طبعا مش كلها، نص المشاكل حلها في ايه؟ فلوس. حتى المشاكل اللي ما بتحلهاش الفلوس، الفلوس بتخلي وقعها عليك اقل. فالفلوس مهمه. اي حد يقول لك انا بصراحه بستغرب، انا بتخنق قوي من الموضوع ده، انا ما بهتمش بالفلوس، والله الفلوس مش مهمه. كذاب، كذاب. بس هو الفكرة بقى، هل انت بتهتم بالفلوس لدرجة ان انت ممكن، يعني هل انا ممكن ابيع مخدرات عشان الفلوس؟ ادمر حياة بشر مثلا عشان الفلوس؟ لا. انا ممكن اقتل حد عشان الفلوس؟ لا. اسرق حد عشان الفلوس؟ لا. ابيع روحي عشان الفلوس؟ زي ما كنت بتكلم من شوية ان انا مثلا ارتبط بوظيفة قائمة على الكذب عشان الفلوس؟ لا، ما اقدرش. بس هل انا بهتم بالفلوس؟ بهتم طبعا بالفلوس. اي حد بيهتمش بالفلوس بيقول انه ما بيهتمش بالفلوس، اعتقد انه كذاب يعني. آه، انا بحاول اتفادى الحاجات المكررة، للاسف حاجات كتير مكررة. طيب انا تفاديا للملل ممكن نقول كفايه كده، لان انا شايف حاجات كتير مكرره انا عارف ان في جزء من المسؤوليه دي عندي انا، لان انا ما بسجلش السبيس. ف... والناس تبقى داخله في النص وما شافتش الموضوع من اوله، فبتسال اسئله اتسالت قبل كده، او انا اتكلمت فيها قبل كده، او انا قلت اللي ما عنديش عليها اجابه قبل كده. فانا اسف يعني، بعتذر فعلا للناس اللي بتخش بعدين تسال واقول له انا اتكلمت في الموضوع، يقول لي طب انا ما سمعتش انت قلت ايه وبتاع. فانا مش هقدر اذنب كل الناس اللي موجوده عشان احكي لحد واحد انا كنت بقول، انا عارف يعني. بس انا بتعامل مع السبيس دي واعتبرها كاني نازل اقعد على القهوه مع اصحابي يعني. فطبعا وانت قاعد تنزل قاعد على القهوه مع اصحابك ما بتسجلوش القعده يعني ما اعتقدش ان فيه يعني شيء مريب جدا لو بتعملوا كده يعني. فانا بتعامل مع السبيس دي بالشكل ده، يعني كلام كده بلا ترتيب يعني. فتمام. ميرسي. شكرا. تصبحوا على خير. باي باي.